قبل ما تنتهي البطوله تقريبا 4 جولات الماناجر ديال عقد الفوزي تكلم معنا على اساس ان يكون تغيير بنود العقد. هادشي قبل نهايه البطوله، دونك تقريبا 4 حتى 5 اسابيع او 5 جولات لانتهاء البطوله وطلب تغيير بنود العقد. بالنسبه لنا تفاجئنا بهذه الامور لان في هذيك الظرفيه كان الفريق يصارع على اللقب. انذاك تم اتصال الفوزي مباشره شخصيا وكلمت على الموضوع وقلت لهم اجلوا الحديث على هذا الموضوع الى بعد الجوله 30. انذاك نقدروا نتكلموا على هذه الامور ديال تجديد العقد. والكل كيعرف بان العقد اللي كنكرتو بالنادي هو 30 يونيو 2015. لذلك حنا كفريق كنا كنبحثوا على الاستمراريه، ولكن تفاجئنا بهذا الوضع الجديد اللي تحت امام الفريق على اساس ان يكون تغييرات. والتغييرات كالتالي، انا غادي نوضحها لكم الان. هو ان السي فوزي الغنزرتي طلب مبلغ اجمالي سنويا ديال 650 مليون، ما يعادل تقريبا 65 مليون في الشهر. هذا الامر تفاجأت انا شخصيا لانه مبلغ مبالغ فيه كبير بالنسبه للعقود اللي كاينه في المغرب. حنا كنعرفوا بكل ان الداخل الوطني اليوم شحال الاجر ديالو. لذلك حنا كاداره رفضنا رفضا تاما وقاطعا ان يتم تغيير بنود العقد. لذلك الطلب ديال المدرب على اساس ان يكون فسخ العقد. دونك الطلب ما كانش من فريق الرجاء الرياضي، ولكن الطلب كان من فوزي الغنزرتي. والدليل على ذلك هو ان الفريق ما خلصش لي 3 موا اللي في العقد، كان 3 موا دو سالير الى بغى اي طرف يفسخ العقد.